دكتور عبد الرحمن النعيمي، هل الموقف الخليجي من المواقف الخليجية، ربما انتقلنا من العراق إلى فلسطين، هل المواقف كيف تقيمها؟ هل مغايرة ومتباينة كذلك مثل الموقف العراقي؟ نعم، أعتقد أن الموقف هو نفسه يعني، وهو هذا حقيقة الموقف الخليجي بعد الثورات العربية. يعني بدأت المواقف الخليجية تتمايز في بمختلفة، في هناك من يرى العمل مع الشعوب العربية والوقوف معها والمراهنة عليها، وبعض الدول ترى مواجهة هذه الحركات الشعبية والحراك الشعبي العربي في المنطقة العربية في عمومها، ومحاولة كبته والمحاولة البقاء على النظام العربي مرتهن القرار للغرب. فأعتقد أن هناك تباين في هذه المواقف دون لبس، واضحة جدا، ولا تحتاج. عندنا في الخليج الناس تعرف هذا الأمر بكل وضوح. هناك من يقف على استحياء، وهناك من مثل ما يقولون عندنا مصلع راسه، ما عنده مشكلة، يعمل على، لأنه لا يوجد عنده قاعدة شعبية. 95% من شعبه أجنبي، فما عنده شعب يستطيع أن يخاف منه أو يتحرك. والمواطنين في السجون، وهي أقصد تحديدا دولة الإمارات أو أبو ظبي، حكومة أبو ظبي تحديدا. أعتقد أن هذا المواقف واضحة جدا في القضية الفلسطينية، ما فيها لبس. هناك تباين، هناك وقوف الآن، هناك محاولة من الدول الداعمة للقضية الفلسطينية بشكل متميز، مثل قطر وتركيا، في محاولة منهم الآن للعب دور في حماية غزة بعد غياب الدور المصري. أنت تعرف أن مصر الآن غيبت من الدور، ليس الدور الفلسطيني ولكن الدور العربي في عمومه. مصر الآن هي مغيبة خارج، كما يقولون، خارج التغطية هي الآن. وأعتقد أن الباقي الشعوب الآن في حراك آخر، محاولة لإيقاف هذا النزيف. وأعتقد أنهم هو حماية لليهود أكثر مما يكون حماية للفلسطينيين. نعم دكتور، هل ترى بأن الانقسام الخليجي، هل أنت تعرف في الثورات العربية وخاصة ما جرى في مصر والانقلاب العسكري بقيادة الجنرال السيسي، أنت تعرف بأنه كانت هناك حالة من الانقسام في المواقف الخليجية، وقد تشكلت بعض المحاور، منها المحور السعودي الإماراتي والمحور القطري ربما التركي. أنت هل هذا الانقسام قد ألقى بظلاله على المشهد الفلسطيني؟ نعم صحيح، واضح بدون لبس. نجد أن هذا الموقف، الدول اللي دعم الانقلاب في مصر هي الآن ضد أي حراك بل هناك الكلام من هو أوحى إلى اليهود في فلسطين أن يتحركوا على غزة، لأنهم فقدت بعدها أو عمقها المصري، فيمكن أن يستطيعون النيل من الأخوة في غزة. أعتقد أنهم لن يجدوا ذلك، لأنه سبيل ولو قاب الدور المصري. أعتقد أن الآن الدور المصري فيه تردد، ليس وهو الخوف أعتقد من الثوران الشعبي، لأن الشعب ومزاج الشعب المصري هو مع غزة ومع الثورة في غزة ومع الحراك الشعبي في فلسطين، ولن يزايد عليه أحد. هذا لما يخطط للدولة من الخارج يكون فيها مثل هذه المواقف. لما يكون القرار في الخارج ويطلب من الحكومة في مصر أنها تنفذ مثل هذه الأمور ضد مصلحة الشعب المصري وضد المزاج المصري أعتقد أنه حتى أيام مبارك لا يكون القرار بهذا المستوى المتدني في القيادة في مصر. وأنا أعتقد أن هذا هو الإشكالية الآن في التردد المصري، عدم وضوح الموقف. أنا أعتقد أنه إذا كنا نوازن بين الموقفين، التحالف بين السعودية، مع أن السعودية فيها تغير واضح في موقفها، لم يكن كما كان في المرحلة الأولى، الإماراتي السعودي المصري والقطري التركي. أنا أعتقد أن القطري التركي يراهنون على الحراك الشعبي أو المزاج الشعبي العربي،
وأولئك يعني يراهنون على القرار الأمريكي اليهودي المتعرض للمنطقة العربية. فأعتقد أن في فرق كبير بين الموقفين، ومدى التأييد لها على مستوى القاعدة الشعبية.